السلام عليكم. الترجي التونسي يرجع رابطة الأبطال الدور التمهيدي الثاني لأمجد الكؤوس الإفريقية. الترجي في مواجهة رحيمه اللي باش يكون في المقابلة هذيا باش يلعب الكل في الكل، زوز مقابلات تنجم تطلع لدور المجموعات، وكان مشاركة يعني باش تبقى لها في التاريخ انه الفريق هذا يترشح لدور المجموعات او ينسحب من الدور هذا والترجي يترشح على الفريق هذا. فريق اكيد ماهوش معروف في افريقيا، ما عندوش تقاليد في افريقيا، لكن تويكا لازم تقرا كل كبيره وصغيره في افريقيا. الفرق تطورت، الفرق ولات تلعب كره شامله، الفرق ولات تخدم على التكوين، تخدم على الاصناف الشابه، قاعده تعمل في ديزاكاديمي في وسط الفرق نتاعها ودي سونتر دي فورماسيون. دونك حتى ولو شفنا انه الفريق هذايا ماهوش معروف، لكن حبينا نعملوا نظره، حبينا نشوفوا لي زيكستريم تاع لي فيديو، لي بيست اوف نتاع الملاعبيه نتاعو. الفريق هذايا تكنيكمون قوي برشا سور تيران، ماهوش فور لكنه محترم ويفرض الاحترام، عنده اتاك بلاسيه ممتازه، عنده ملاعبيه ينجموا يحدثوا الفارق في اي لحظه، ملاعبيه عندهم كاليتي تكنيكي تخليهم يوصلوا للمناطق الدفاعيه نتاع الترجي الرياضي التونسي، خاصه انه الترجي الرياضي التونسي في المقابله هذه باش يفتقد لخدمات محمد بن علي اللي تعرض للاصابه في اخر مقابله، ومحمد امين توغاي، اضافه لاحتماليه او بين الشك واليقين لياسين مريح ينجم يلعب كيما ينجم يلعبش، تعرض الاصابه عضليه، كيف زاد محمد امين بن حميد. هذوما خلينا نقولوا الاربعه مدافعين اللي مستنسين يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي وفي التشكيله الاساسيه للترجي الرياضي التونسي. شفنا نضال العيفي في بعض المقابلات اللي غاب فيهم تويكا بن حميده، ماهوش يعني يطير برشا لكنه يهني في الشيء هذيك، لكن سافوار كيفاش باش تكون المقابله هذيا، هل باش يكتفي بالمناطق الدفاعيه بركا الليفي، او باش يكون عنده ليمونتي، او باش يكون في رول اخر، والله اعلم. يتبدل الديسبوزيتيف الكل نتاع المقابله هذيا في المقابله نتاع الترجي ورحيم. نحكيو على بن علي باش يكون المعوض نتاعو اكيد كايتا، مع يعني خلينا نقولوا هبوط حاد لمردود بوشنيب. كيفاش باش تكون التركيبه نتاع الترجي خاصه في بنك الاحتياط؟ نعرفوا في الشامبيونز ليج عكس البطوله تنجم تلعب الملاعبيه الكل الاجانب نتاعك، وكيف زاد ينجم يطول بن علي في الاصابه نتاعو. كيفاش باش تكون التركيبه في البطوله؟ كيف هل بوزيان رجع للونترينمون صحيح، لكنه هل باش يدخل في حسابات ماهر الكنزاري في قادم المقابلات سواء الافريقيه والا المحلي؟ نحكيو زاده على يوسف البليل فاليور سور، كيفاش باش تكون زاده تركيبه في الهجوم، كي شكونوا من التريو اللي باش يكونوا في الهجوم. اكيد دانو هذاك ما نحكيوش فيه يعني ما غير حتى حكايه اخرى. نحكيو زاد على بوعالي هذاك فاليور سور، كيف يوسف البلالي غايب، اكيد باش يكون كوناتي في الشيره هذيك وباش يكون في الرواق الايسر، وسبق انه لعب في المقابله اللي لعبها ترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الاولاني، لعب بكوناتي في الشيره هذيك وقدم مردود ممتاز جدا. نحكيو على ينساس زاده اللي غيابه ينجم يطول، كيما زاده ينجم يكون قصير، خاصه انه الاصابه ما زلنا ما نعرفوش شنية مدى يعني الخطوره نتاعها، سواء نتاع جمعتين روبو 3 جمعات ما نجمش يترينا، حاجات كيما هكا دي ديتاي لازم جمهور الترجي يعرفهم والجمهور الرياضي يعرفهم، خاصه انه ما فما حتى توضيح في الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي. غيابات تنجم تكون عاديه في نظر المشاهد، كيما زادت نجم تكون غيابات الترجي الرياضي التونسي تعطي دور سلبي للملاعبيه اللي باش يكونوا موجودين ومعوضين في المقابله هذه. نحكيو زاده على توغاي اللي مضروب وما نجمش يكون موجود في تشكيله الترجي، يعني مريح بين الشك واليقين. محمد امين توغاي تضرب، محمد بن علي مضروب، كيف زاد محمد امين بن حميده بين الشك واليقين. ينساس والملاعبيه هذوما الكل اللي باش يكونوا غايبين على تشكيله الترجي.
هل ماهر الكنزاري باش يعمل توليفه جديده؟ هل ماهر الكنزاري باش يعمل شيما تكتيك جديد او باش يغير في التكتيك نتاع الترجي والخطه اللي مالف يلعب به؟ نستناو المقابله باش نعرفوا لي دوسبوزيتيف الكل، باش نشوفوا الترجي كيفاش باش يكون في ظل غياب، يعني خلينا نقولوا يوسف بليلي ما نجمش يتعوض بصراحه، حتى ولو كوناتي قاعد يعطي في بيرفورمانس باهي في المركز هذاك، لكن مازال ماهوش كيما يوسف البليلي. لازم ياخذ شويه ريتم اكثر ريتم في الموقع هذاك، خاصه انك ما نجمش تلعب ملاعبي واحد في البوست هذيك اللي هو يوسف البليلي ديما يلعب ماتشوات ريبيتيتيف، فما لي بليسيور، فما لي كارتون والاستبعادات، لازم يكون عندك حلول بديله. كوناتي مثلا علاش لا الموحلي يرجع؟ سبحان الله راه البطوله طويله، عندك برشا واجهات تلعب على برشا القاب، سنة كاس تونس، بطوله تونس، دوري ابطال افريقيا، يعني تيتروات تنجم تنافس عليهم. لازم يكون عندك افكتيف يكون سيبلي، وتكون مجموعه متكامله كيما اللي يلعب تيتولير، زاد كيما اللي يكون احتياطي، كيما زاد اللي يكون في المدارج. نحكيو على تصريح خلينا نقولوا قلق جمهور الترجي، خاصه من ملاعبي سابق لعب بأزياء الترجي وواحد من ولاد الترجي التونسي، وكيف كيف زاد مدرب درب الترجي التونسي نبيل معلول، هاز الشامبيونز ليج مع الترجي 2011، درب الترجي التونسي 2012 وصل معاه لفينال تشامبيونز ليج 2012 لكنها اتنحت من الاهلي المصري. شوفوه كيفاش يحكي في اخر تصريحاته في التلفزه، يعني يحكي بكل اريحيه. قال انا وقت اللي ندرب في الترجي الرياضي التونسي، راه نحكيو على 3 سنين التالي، ونتفكروا موجة اللاعبين اللي جات للترجي، والترجي بقى يعاني فيهم لتوا، كيما معتز الدام، كيما رياض بن عياد، زين الدين ساسي، يعني هذم الكل جابهم نبيل معلول. ونشوفوا سي نبيل معلول يقول في تصريحه انا وقت اللي ندرب في الترجي التونسي ساحه محمد علي بن رمضان باش يمشي للاهلي المصري في عود ما يمشي لفرانكو فاروش المجري. لهنا بالحق تحس انه نبيل معلول بالتصريح هذا وبالشيء اللي عمله، اذا هو صحيح على حسب كلامه، هو مكروه من جمهور الترجي، تحب ولا تكره، لكنه بالجيست هذيا زاد كره روحه اكثر من جمهور الترجي الرياضي التونسي. وانا شفنا تفاعلات، شفنا في الصفحات، شفنا في الجروب الكل نتاع الاسبيرونس، قال لك السيد هذا ما عادش يحط ساقه في البارك، سوى مسير مدرب مسؤول، اللي هو السيد هذا ممنوع انه يكون مدرب في السنوات القادمه في الترجي التونسي. سبحان الله قدر ينجم يرجع نبيل معلول في لحظه، لكن جمهور الترجي قال لك خويا السيد هذايا ما عادش نحبوه يكون موجود في الترجي الرياضي التونسي، سواء توا ولا بعد ولا 100 سنه القدام. يعني نبيل معلول ما لقى ما يعمل بلغه اخرى، جاب التصريح، جاب حكايه، راني قلت لمحمد علي بن رمضان برا الاهلي المصري في عوض ما تمشي لفرانكو فاروش. صحيح الاهلي المصري فريق كبير، صحيح الاهلي المصري في اخر 10 سنوات لاعب 6 فينالات تشامبيونز ليج، صحيح الفريق هذا عنده كاليبر كبير في افريقيا، لكن انت تونسي واحد، ولد الترجي 2، لعبت في الاسبيرونس، يعني دربت الترجي التونسي 3، هزيت معاه القاب 4. تجي الملاعبي ولدك تقول له كان مشيت لكذا خير لك من كذا، وانت درب في الترجي، وحتى ولو بعدت على الترجي ما عادش مدرب نورمالمون ما تقولش حاجه كيما هكا. مانيش نلوم انا ولا قاعد نعمل في محاكمه علنيه، ليه؟ خاطر نبيل معلول حكم على روحه قبل ما تحكم عليه العباد بالتصريح هذاك، خاصه كان باش نمشيو في تصريحات اخرى ونشوفوا يزيد منصوري شنو حكى وشنو قال في خصوص الانتدابات القادمه للترجي التونسي، خاصه انه مازالوا اقل من شهرين ويجي الميركاتو الشتوي. يزيد منصوري قال بصريح العباره انه الترجي باش يتجه 100% للانتدابات البينوسيونو، يعني المزدوجي الجنسيه التوانسه اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، سواء فرنسويه المانيه والا من اي بلد اوروبي اخر. على خاطر حسب ما فهمنا من كلامه وحسب التحليل اللي حكاه انه السوق التونسيه او المارشي التونسي في البطوله نتاع تونس ما فماش ملاعبيه ينجموا يبدلوا ستيل دو جو نتاع الترجي، او خلينا نقولوا انهم ينجموا يلبسوا مريول الترجي ويلعبوا على الواجهات الكل. مشى اكثر
منه في التكوين اكثر منه في الحرفيه نتاع الملاعبيه، خاطر التكوين كيعود صحيح في الاوروب، واكيد في الملاعبيه في الاوروب تكوينهم صحيح وتكوينهم قاعد. وانا اشوفه في المنتخب الوطني التونسي براتيكمون ماشي ل 100% من الملاعبيه اللي يلعبوا البرا ومتكونين البرا، وهذا احسن حل بالنسبه لي انا، خاطر مستوى البطوله ومستوى ملاعبيه البطوله ومستوى الدوري التونسي بصفه عامه جروسو مودو ما يرتقيش انه باش يجيب ملاعبيه ويولد ملاعبيه ويصنع ملاعبيه، وخاصه في غياب التكوين والفورماسيون، وخاصه كي نحكيو على ليزابيسي نتاع الكره. فما ملاعبيه تنشط تويكا في الرابطه المحترفه الاولى في فرق كبار ما يعرفوش يعملوا كنترول دو بال، وما يعرفوش يركحوا كوره، ما يعرفوش يتمركزوا، ما يعرفوش يقفوا. هذا الكل يرجع لامور ذهنيه، اون بلوس يرجع زاد للتكوين القاعدي نتاعو. نستنى في الكومنتير نتاعكم ونتفاعلوا شويه مع اللي قالوا نبيل معلول والتصريحات نتاعو. نستنى الكومنتير نتاعكم، نتقابلوا في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.